يعد مهرجان الراي من أهم النشاطات الفنية التي تقام كل سنة بولاية سيدي بلعباس، إلا أن فرضية إلغائه من قائمة التظاهرات الثقافية كانت جد محتملة بسبب سياسة التقشف التي تمر بها البلاد. لكن ما أكده وزير الثقافة عزين مهوبي في وقت سابق أن مهرجان الراي سيظل قائما بولاية سيدي بلعباس وسينظم في الموعد التي تختاره المحافظة الجديدة. بشأن مهرجان الراي الذي سيعرض سينظم في أوانه وبمشاركة أيضا متميزة للفرق التي تؤدي هذا الطابع الشبابي الذي يستهوي كثير من الشباب والذي له جذوره وله ويشكل أيضا تراث في هذه المنطقة. إذن فهو سيقام في وقته. كما تم تعيين لطفي عطار أحد أعضاء فرقة راي كمحافظ لطبعة 2016. ففي ندوة صحفية نشطها الأسبوع الفارط محافظ مهرجان الراي تحدث من خلالها أمام وسائل الإعلام عن مجمل النقاط والأجواء التي يتم التحضير لها بخصوص المهرجان المزمع إقامته بدار الثقافة كاتب ياسين لولاية سيدي بلعباس، وهذا من الثالث إلى الخامس نوفمبر. On a choisi la maison de la culture, bon, à cause des intempéries, on s'est dit parce que c'est bizarre ce festival, tout s'est passé en été, on le voit et tout le monde est battu sur ça. Et ça a pris la réunion dernièrement, il faut, cette édition-là, il faut qu'elle soit, elle doit être réussie. Elle réussit et surtout, il faut que tout le monde soit ensemble pour cette réussite. Voilà. وعن مكان إقامة المهرجان استفسر الصحفيين عن أسباب تغيير وجهة هذه الطبعة إلى قاعة مغلقة بدار الثقافة بعدما كان سابقا ينظم بملعب الإخوة عمروش، حيث هناك الهواء الطلق والظروف الملائمة التي يحبذها الشباب من إيجادهم متنفس تفاعلي فيه المتعة والفرجة. بون كي اقترحوا عليه قالوا لو دير حدا في صاله، ما تسالش نتايا قلت انا كيفاش انا فيستيفال تاع راي وفيه رجال يدخلوا كلشي يديروا في صاله وفيهم دي سياج على بالك وكذا، با انتردير ان جون دو دونسي ولا اسكو سي نورمال كو ان فيستيفال يدار دي سواري تاع راي يديروا في صاله. كما تساءل الكثير عن الدعوة التي ستوجهها محافظة المهرجان فيما ستقوم بجلبها لكبار نجوم فن الراي من مختلف الوطن، أو ستعتمد فقط على فنانين محليين تكون فيها الضربة لعصفورين بحجر واحد. فمن جهة يسهل تسيير الضائقة المالية مع أصحاب الديار، وفي المقابل هي فرصة تكون من مصائب التقشف عند المحليين فوائده. المغنيين اللي راهم غادي يغنوا على حسب ما شفت يعني المحليين اكثر من يعني مازال ما شفت انا باغ اكزومبل كانت كل مهرجان كل طبعه يفوت فيها ان ستار يعني يخلصوا عليها غلاف مالي كبير، يعني كما فات شاب مامي، كما فات شاب خالد، كما فات بلال منا. اليوم في هذه الطبعه يعني شفنا اختار يعني اسماء تاعهم يعني الغلاف تاعهم يعني بسيط يعني بارابور هي c'est déjà c'est long. L'envoi, ça coûte 15 millions de dollars. On nous a proposé 15 millions de dollars. Il nous a promis l'année prochaine, ce qu'il a dit, l'année prochaine sera au sol. Là, parce que tout est rapide, il faut le faire. Donc, allez, le choix, et surtout, on a surtout les locaux. Il faut les faire passer. Donc, l'année prochaine, il y aura un autre changement, il y aura les groupes aussi. Il y aura les groupes parce que c'est des groupes, c'est grâce aux groupes qu'on peut avoir un style de musique. Ce n'est pas un chanteur avec un groupe pilote qui pourra faire un style de musique. Et cette fois-ci, puisqu'on continue sur cela, si tu veux, et cette fois-ci c'est le rassemblement de la Naïsage qui n'a jamais existé depuis les années de la Naïsage. Ça n'a jamais existé qu'un club au grand complet, pas de bouche à tout. Tarek Chekhi, Miguel, Abdallah, Hashmi, tout ça. Ouais, tout ce monde-là va être dans cette fête. فبين اختلاف الرأي والرأي الآخر من نجاح أو فشل المهرجان يبقى كل كلاما سابقا للأوان، فالختام وحده هو من يحدد الحكم والمقال.